محافظة الجيزة، إدارة الضوء التعليمية، مدرسة جمال عبد الناصر ثانوي الرسمية لغات، تحت رعاية الأستاذة هالة كمال مديرة الإدارة، والأستاذة إيمان عزة وكيل الإدارة، والأستاذ محمد السيد مدير المدرسة. أهم تصريحات الرئيس السيسي: نشر الوعي المجتمعي بأهمية القضية السكانية وتأثيرها على صحة الأم والطفل والأسرة. وجه الرئيس السيسي بتنظيم خطط عمل متكاملة تتضمن إطلاق حملات ترك الأبواب، العمل على تقديم خدمات الصحة الإنجابية والوصول لكل الفئات في القرى والنجوع. اطلع الرئيس على موقف التنفيذي للمشروعات القومية في الصحة ومعدلات إنجازها. وجه بالتزام التوقيتات الزمنية لإنهاء المشروعات وإزالة المعوقات، لا سيما تطوير معهد ناصر. وجه الرئيس السيسي بأهمية العمل على زيادة معدلات الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية. متابعة مستجدات تنفيذ المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية. متابعة جهود تطوير إدارة المعامل المركزية في مدينة بدر، وتطوير مرفق الإسعاف العام. عرض وزير الصحة جهود تحسين الأسرة وتعزيز برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كان معكم يوسف أسامة محمود، وأخصائي الإعلام سوسان سيد محمد.